انت بتقول ايه دلوقتي؟ ما ينفعش في خوف وهلع مجاني كده فكل الزحمه دي، ولقيتهم بيقولوا لي فيرونيكا جايه وسط كل هذا العبث. انا في العادي بقول ان امي كانت معايا في البيت وفيرونيكا موجوده، بس انا مش هكذب عليكم. انا قعدت انا وفيرونيكا لوحدنا في البيت. والله يا طنط انت مالك؟ ايه الرخامه دي؟ والله باحثات عن النكد. النكد حتى يا اما سيلفي يا اما في سبيل الله. يا طنط ايه؟ قعدوا لوحدهم، اكيد حاجه شمال حصلت. هخلي امك تكلمك مكالمه بسببي وانا مش هحضرها، بس هبقى سعيده من جوه دلوقتي، انا عارفه المستقبل. خلي طنط في حالها، مصدقني قامت بالسلامه، انت ناقصين نكد. ما حصلش حاجه يا ام. ما حصلش حاجه، ما اعرفش مين اللي بتتكلم، بس يعني ايه؟ انت واثقه في ابنك يا اما، صح؟ وده مش معناه انا بطلع رجاله في الموضوع ان انا ميولي يعني. اطمني منك لله، ده انا نسيت الحاجات دي. انا نسيت الحاجات دي لدرجه ان انا رجعت فيرجن اصلا. جدع والله انا زعلت قوي ان اللي فيه ده ما جابش. انا بحبه وبقوله كده وانا سايب ايدي، يعني ما بصيتش. الحمد لله، بس احنا صامدين شاكرين وحامدين، وربنا هيعوضنا على كل هذا الصبر. اكيد هيعوضنا. جت فيرونيكا، خير بقى يا بنتي انت جايه تعملي ايه؟ قالت لي ده انا بقالي 3 سنين بحاول اجي. ايه ده؟ ايه اللي منعك؟ قالت لي الفيزا. فيزا؟ فيزا ايه يا بنتي؟ قالت لي والله بروح السفاره بتاعتكم. لا ده خلل، ده مش اللي انا بعمله يعني. انتوا والله بتقول لي انا رحت السفاره بتاعتكم كذا مره في 3 سنين بيرفضوا الفيزا بتاعتي. قلت لها ازاي الكلام ده؟ انت متاكده ان الموظف شافك؟ وسالني 3 اسئله. ايه ال3 اسئله يا فيرونيكا؟ عندك كام سنه؟ متجوزه ولا لا؟ لا. رايحه عند مين؟ عند فريند. الفريند ابو بوكسر وماريانا. لا يا حبيبتي، احنا مجتمع متماسك والدنيا تمام. فين وفين لما خدت الفيزا وجت علشان تدرس عاميه. بغض النظر عن موقفي من هذا التصرف، الا اني فوجئت ان انا قاعد مع بنت فلاحه من الدقهليه. فيش لاوروبا، انا يعني كنت سايب الفولدر مفتوح لعل وعسى في يعني ما في حاجه، ما فيش. هي بتدخل اوضتها وبتذاكر طول اليوم، بتذاكر بشكل يعني هي داخله تقعد اسبوعين تذاكر تتعلم عاميه، وطلعت الاولى بالمناسبه ونجحت فيها بامتياز يعني. وبدات تتحول خلال 4-5 ايام لاوائل الثانويه العامه بتوعنا. مناخيرها طولت وحنفت ولبست اشارب كده مش فاهم ليه، وقتبت وبقت اوائل، ماشيه اوائل في الشقه كده، اوائل، وعماله تكرر الكلام. اتحولت يعني، بس نجحت الحمد لله. واحنا كل ده مفيش وقت للفسح خالص ولا الخروج، مفيش غير مشوار واحد يعني، رحله كده اتعملت. دي اونلاين رنين دي. مش هقولها، بس بس مش هينفع اقول اسمه عشان تبقى قضيه. طب بصوا ركزوا معايا يا جماعه، عشان ايه؟ انا ما قلتش حاجه. معايا؟ هو مكان عباره عن اسم واسم. ايه؟ ماشي. هو مكان، بصوا انا لما اشرح المكان انتوا هتعرفوا المكان ده عباره عن ايه. هو مكان بيبيع منتجات كتير جدا غير متناسقه. بمجرد ما بتدخل المكان انت بتنتقل في الزمن. الريحه خريف 84، الوشوش خريف 84، الصنادل صيف 82. وانت ما بتشتريش هناك، انت بتخلص ورق. والله لو هتجيب براد شاي بتخلص ورق وتطلع وتنزل، ودايما الحاجه اللي انت عايزها تقيله خفيفه غاليه رخيصه فوق، لان هو شغال بجنزير.
يخش يسالك وانت داخل، في واحد بيسالك كده خير يعني هي عايز ايه؟ فتقول له عايز كذا، فبيدي اشاره، واحد بيروح يقول له في واحد داخل يجيب براد، في عبيد تحت بقى لان هم دوله جوه الدوله، فهو تحت في منجم مليان عبيد خاطفينهم من اسيا يضربوهم بالكرابيك، فيبداوا يشدوا الجنازير، فالبضاعه تتغير. حتى لو لاحظت هتلاحظ ان انت لما بتطلع او تنزل على السلم، انت بتنزل السلم كتير لا لا ني ني وتلاقي نفسك في نفس الدور. انت مش هتخرج غير بمزاجهم. والابتسامه بتاعتهم، هم ما عندهمش جهاز بصمه زي بتاع المكاتب والشركات، هم عندهم جهاز خلقه. يعني هو بيبقى داخل عادي، بني ادم عادي جدا، بيدخل يطبع وشه في حاجه عجين كده، بيتكلم كده، بيحزن كده، بيحس بالاهانه كده، بيمارس علاقاته الحميميه كده. يعني تخيلي يا اختي انك بين احضان راجل عامل كده في خريف 84. غريبه قوي الحكايه دي. وعندهم في الكاشير بتاعهم مارد ضخم جدا، بس مقعدينه على الارض وانت شايفه في طولك عادي، وهو مكبل باغلال اخرها كوره حديد كبيره عشان بيجهزوها يرموه في النيل عشان يغرق تحت. وبيفتح دفتر كبير، دفتر ده بعد ما بيتفتح بيعرف اسم امك وبيعرف امك اتجوزت امتى. مكان غريب جدا، ودايما رخيص، ودايما الحاجه بتضيع بتاعتهم، لان هم مربيين الكائنات اللي عندهم اللي بيبيعوها انها ترجع تاني زي الكلاب الجراوي كده، بترجع تاني عند الصينيين اللي تحت اللي قاعدين ماسكين الجنزير. مكان مريب جدا. دخلت انا وهي المكان ده باصرار منها وقلت لها يا بنتي نرجع. خافت وما عرفناش نرجع لان احنا كنا في الزمن. يعني انت عمرك دخلت المكان ده وتليفونك رن؟ مفيش شبكات، مفيش خدمه، مكان غريب جدا. الفسحه الوحيده اللي خرجناها انا والبنت الغلبانه دي، انا نايم العصر ساعتين، صحيت لقيتها بتقول لي انا حجزت صلصه نايت. يا دين